هذه إذاعة الوفاق، صوت الجماهير الإريترية. إذاعة الوفاق الوطني تابعة للجماهير الإريترية، وتبث برامجها من المهجر بواسطة الأقمار الاصطناعية كل يوم سبت من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 9 صباحا بتوقيت أسمرة، إلى كافة الربوع الإريترية والمناطق المجاورة. إذاعة الوفاق تبث برامجها ونشراتها الموجهة إلى جماهيرنا بكل مصداقية وأمانة إلى داخل إريتريا والمناطق المتاخمة. مرحبا بكم مستمعينا الكرام مع إشراقة شمس كل سبت، ومن إذاعتكم صوت الوفاق الوطني الأريترية. بعد أن استمعنا للفترة الأولى من بث إذاعتنا بلغة التجرينية، نقدم لكم ما يشرح الصدور وينير العقول. تابعي إذاعة صوت الوفاق الوطني الإريترية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. مستمعي الكرام، اليوم السبت 12 من شهر أكتوبر لعام 2019، نقدم لكم فيه أهم الإنجازات لهذا الأسبوع، متابعة شيقة وممتعة نرجوها لكم، والبداية بالعناوين. تخلف 5 من لاعبي منتخب إريتريا المشارك في بطولة سيكافا. تعاون أمني سوداني إريتري مشترك. ومأساة جديدة للمهاجرين على شواطئ ليبيا. كانت تلك مقدمة الحصاد، وإليكم التفصيل من إذاعة صوت الوفاق الوطني الإريترية. أفادت صحيفة ديلي مونيتور الأوغندية ذائعة الصيت بأن 5 من لاعبي المنتخب الإريتري المشارك في بطولة سيكافا تحت سن 20 والتي تجري منافساتها في أوغندا حاليا غادروا فندق جنجا الذي تقيم فيه البعثة الإريترية لجهة غير معلومة طلبا للجوء السياسي. ونشرت الصحيفة أسماء اللاعبين، وهم هرمون فسهاي، يوهنس وموائل تسفاي، يوسف وسيمون أسملاش مكنن وقرماي هانيبال، وأخيرا ديبن قبصاوي هنصاب. وأكد رئيس اللجنة المنظمة للبطولة الأوغندي إيماس هابيمانا بأن اللاعبين ال5 هربوا من فندقهم الذي يقيمون فيه يوم أمس الثلاثاء الأول من أكتوبر، وقامت البعثة الإريترية بتشديد الحراسة على بقية اللاعبين. وفي رده على سؤال لنفس الصحيفة، قال رئيس البعثة الإريترية السيد هيلي أفريم ألمسجد بأن بعض اللاعبين تخلفوا لتلقي العلاج في أوغندا. وجاء هروب هؤلاء اللاعبين أثناء الاستعدادات للقاء المنتخب الكيني في دور النصف النهائي، والذي تأهل له المنتخب الإريتري بعد تغلبه على جيبوتي بنتيجة 7-0. وستقام المباراة بين المنتخبين مساء يوم الأربعاء. والجدير بالذكر بأن 18 لاعبا من المنتخب الأول لإريتريا تخلفوا وطلبوا اللجوء السياسي في أوغندا عام 2012، بينما تخلف نصف لاعبي المنتخب في بوتسانا في عام 2015. وبعدها قررت إريتريا إيقاف مشاركاتها في البطولة الإقليمية لمدة 4 سنوات كاملة. كشف تلفزيون الصين بأن كل من إريتريا والسودان توصلا إلى توقيع اتفاق أمني مشترك يتم بموجبه التعاون في مجالات مراقبة الحدود ومكافحة الجرائم العابرة للحدود
وتعزيز التعاون في مجالات التدريب العسكري وبناء القدرات، إضافة إلى التعاون في مجال تبادل المعلومات الأمنية والاستخباراتية بين الجانبين. جاء ذلك حسب التلفزيون الصيني أثناء الزيارة الأخيرة للرئيس إسياس أفورقي للسودان، والتي التقى فيها رئيس مجلس السيادة ونائبه، إضافة لرئيس الوزراء السوداني. مأساة جديدة للمهاجرين على شواطئ ليبيا، غرق مركب يحمل 50 مهاجرا في البحر الأبيض المتوسط، ولكن الخبر لم يشير إلى جنسيات المهاجرين، ولم يتضح لنا إن كان فيها إريتريين أم لا. نشر موقع مصراوي على موقعه خبرا تحت عنوان متحدث أممي غرق سفينة تقل 50 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا. أكد متحدث باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة غرق سفينة تقل نحو 50 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا. وذكرت شبكة IBC نيوز الأمريكية أن قوات حرس السواحل الليبية عثرت على حطام السفينة قبالة مدينة مصراتة الواقعة على بعد نحو 187 كيلومترا شرق العاصمة الليبية. على صعيد متصل، أعلن متحدث باسم منظمة ألارم فون المستقلة التي تقدم الدعم للمهاجرين العابرين للبحر المتوسط في الطريق لأوروبا أنها تلقت إشارة استغاثة من سفينة أخرى تقل نحو 56 شخصا على وشك الموت غرقا. وقال المتحدث إن أحد ركاب السفينة وجه رسالة الاستغاثة قائلا إن السفينة غادرت ليبيا قبل أيام وأن ركابها في خطر وعلى وشك الموت غرقا، مشيرا إلى أنهم قضوا نحو 60 ساعة في البحر. كانت تلك آخر فقرتنا لحصاد هذا الأسبوع، نتمنى لكم متابعة طيبة. ديناصورات المنطقة، كيف سيرحل إسياس أفورقي؟ كتب الأستاذ محمد مصطفى جامع، وهو كاتب سوداني مهتم بالشؤون الأفريقية، مقالا يقول فيه: ترتبط دول المنطقة القرن الأفريقي الكبير بروابط تاريخية وثقافية واجتماعية قوية تؤثر بشكل كبير على تطورات السياسة في هذه المنطقة من العالم. فعلى سبيل المثال، عندما انطلقت الثورة السودانية ضد النظام البشير في ديسمبر كانون الأول من العام الماضي، تابعتها شعوب وحكومات دول الشرق الأفريقي بلهفة واهتمام بالغين، نظرا للتأثير الجيوسياسي الكبير للسودان في هذه المنطقة، ولكون الرئيس المخلوع البشير أقدم الديناصورات في أفريقيا وأطول الحكام بقاء في السلطة، إذ امتدت فترة حكمه لنحو 30 عاما. الأنظار تتجه إلى أسمرة. بعد سقوط البشير والتغيير السياسي الذي حدث في أثيوبيا بمجيء آبي أحمد رئيسا للوزراء، إلى جانب التطورات الإيجابية التي يشهدها الصومال رغم استمرار التحديات الأمنية، وكذا الحال بالنسبة لجيبوتي التي شهدت تغيرات إيجابية في الآونة الأخيرة. وتتجه الأنظار إلى دولة إريتريا التي لا يزال يحكمها الدكتاتور إسياس أفورقي بالحديد والنار منذ استقلالها قبل 26 عاما، أي من العام 1993. فقد قام بعزل البلاد عن محيطها الإقليمي والدولي، وأدخلها في صراعات لا تنتهي مع جيرانها السودان وأثيوبيا واليمن. في إريتريا إسياس أفورقي لا مجال لحرية الأخبار والمعلومات، عشرات الصحفيين يقبعون في السجون الآن، وبعضهم في الحبس الانفرادي، وكل شيء في البلاد يخضع بشكل كامل لأهواء الزعيم الأوحد أفورقي، الذي نقل عنه ذات يوم قوله: هؤلاء الذين يفكرون أن من الممكن أن تكون هناك ديمقراطية في هذه البلاد يستطيعون التفكير هذا في عالم آخر. وهناك مقابلة تلفزيونية شهيرة للرئيس الإريتري
لإحدى الفضائيات الأمريكية سأله فيها المذيع عن متى يتم إجراء انتخابات في إريتريا، فقال له أفورقي: سنرى أولا ما ستجلبه الانتخابات الأمريكية، وبعدها ننظر في الأمر بعد 30 أو 40 سنة. المذيع أصيب بالصدمة فقال لأفورقي: هل قلت 30 أو 40 سنة؟ كان رد أفورقي: بما أكثر. منع إسياس دخول وسائل الإعلام العالمية، مكتفيا بالقناة التلفزيونية الوحيدة التي تمجد نظام الجبهة الشعبية الحاكم وتنقل روايته، فضلا عن الصحيفة والإذاعة المملوكتين للحزب الذي يحكم البلاد بالقبضة الحديدية. ولم تقم أي انتخابات لا رئاسية ولا تشريعية منذ استلامه للحكم، فالحكومة الموجودة في إريتريا لا تزال مؤقتة منذ أكثر من 26 عاما، ولهذا السبب ظلت إريتريا تحرز مرتبة متقدمة في قائمة أكثر الدول رقابة على وسائل الإعلام، يليها كوريا الشمالية ثم تركمانستان، بحسب تقرير جديد لمنظمة حماية الصحفيين. والقمع السياسي هناك يطال جميع المواطنين، مع وجود عدد كبير من المعتقلين السياسيين يفوق عددهم 10,000، بعضهم قضى 10 أو 20 عاما ولا يعرف إن كانوا أحياء أم أمواتا. إضافة للقمع السياسي، يعاني المسلمون بشكل خاص من قمع ديني وثقافي، رغم أن نسبتهم تفوق 70% من العدد الكلي للسكان. لذلك صارت إريتريا دولة شبه خالية من السكان، فمئات الآلاف من أبناء الشعب أصبح حلمهم الوحيد هو الهجرة خارج البلاد، مما جعلهم وسيلة ثراء شهية لعصابات الاتجار بالبشر المتعاونة بطريقة أو بأخرى مع جنرالات نافذين وفق تقارير منظمات حقوقية، وآخرون لقوا حتفهم في البحر المتوسط وهم في طريقهم إلى دول أوروبا. سياسة إريتريا منذ الاستقلال عن إثيوبيا في عام 1993 تقوم على التناقضات والتقلبات المستمرة. فكما ذكرنا، تقوم السياسة الإريترية على أهواء وأمزجة الرجل الواحد أفورقي، الذي اتفق من قبل مع رئيس وزراء إثيوبيا ملس زيناوي في لندن على أن يدعم كل منهما الآخر، وبالفعل دعم الأول الثاني حتى تسلم السلطة في أثيوبيا، وأوفى زيناوي بوعده لأفورقي بتسهيل مهمة استقلال إريتريا، لكن السياسة غدر برفيق دربه، مشعلا حربا جديدة في المنطقة. وهنا لا بد أن نشير إلى التضحيات الكبيرة لأبناء الشعب الإريتري من أجل الاستقلال والحرية، فقد قدمت الثورة الإريترية خلال حرب التحرير آلاف الشهداء، وما زالت التضحيات قائمة في سبيل الانعتاق من ديكتاتورية أفورقي الذي انقلب على رفاق النضال وحول البلاد إلى سجن كبير يضم آلاف المعتقلين السياسيين. تقلبات في السياسة الخارجية مع الجيران. 26 عاما من حكم أفورقي كانت كلها عبارة عن تقلبات في السياسة الخارجية بالتحديد، إذ صنع عداوات مع كل جيرانه: السودان واليمن والصومال وجيبوتي وبالطبع أثيوبيا. فإذا أخذنا السودان كمثال، نجد أن تدخلا في الشؤون الداخلية لهذا البلد، وتوترت العلاقات بين أسمرة والخرطوم عدة مرات، لدرجة أنها وصلت في نهاية التسعينات القرن الماضي إلى حد قطع العلاقات الدبلوماسية بينهما، ثم ما لبثت أن عادت إلى طبيعتها. ليس هذا فحسب، بل إن إسياس أفورقي كان أول رئيس دولة في العالم يستقبل الرئيس المخلوع عمر البشير بعد إصدار محكمة الجنايات الدولية مذكرة توقيف بحقه في العام 9 بعد 2000، وهذه واحدة من تناقضاته المتعددة. استمر شهر العسل الأخير بين السودان وإريتريا فترة طويلة مقارنة مع الفترات الماضية من التوترات، لكن العلاقة تدهورت مجددا بعد القفزة التي شهدتها العلاقات السودانية الأثيوبية
والتنسيق الكبير الذي حدث بين الخرطوم وأديس أبابا بدءا من العام 2016، إذ أن أفورقي يتعامل بمنطق صديق عدوي لا يمكن أن يكون صديقي. وحتى عندما تم توقيع اتفاق السلام التاريخي مع أثيوبيا العام الماضي، بقيت علاقات أفورقي متوترة مع الخرطوم رغم محاولات التقرب التي بذلها الرئيس المخلوع عمر البشير. اتفاق السلام مع إثيوبيا يدخل مرحلة البرود. وعلى ذكر اتفاقية السلام مع أثيوبيا التي لم يمض عليها إلا عام ويزيد، بدأت العلاقات بين أديس أبابا وأسمرة تدخل مرحلة البرود مجددا، فقد قامت حكومة أفورقي بإغلاق جميع المنافذ البرية مع الجارة الجنوبية قبل 5 أشهر، كما توقفت جولات الرئيس الإريتري وزياراته المتتالية إلى أديس أبابا، حيث كان دائم التردد على رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد خلال فترة شهر العسل التي لم تزد على أشهر معدودة. كما أن أفورقي انتقد التدخل في الشأن السوداني بعد سقوط غريمه البشير، وهو ما يعني عمليا انتقاد دور الوساطة الأثيوبية التي قادها آبي أحمد. ولعل السؤال الذي يدور في أذهان الكثيرين: ماذا حدث بين إسياس أفورقي وآبي أحمد ليحصل هذا الفتور السريع في العلاقات بعد البروباغندا الكبيرة عن اتفاقية السلام الأثيوبية الإريترية التي روجت لها بالتحديد وسائل الإعلام السعودية والإماراتية، حيث ادعت كل من الرياض وأبو ظبي أن الفضل يرجع إليها في التوصل للاتفاق؟ الجواب: كان الرئيس أفورقي يعتبر نفسه مرجعا لآبي أحمد بحكم فارق السن بينهما، فحاول تمرير إملاءات محددة عليه، خاصة فيما يتعلق بإقليم تيغراي الأثيوبي المحاذي لدولة إريتريا. والأرجح أن آبي أحمد رفض التجاوب مع مطالب إسياس بالتشدد مع حكام إقليم تيغراي الأثيوبي، رغم أن علاقة الأول مع مسؤولي إقليم تيغراي ليست على ما يرام، وبالأخص مع نائب حاكم الإقليم دبريسيون جبري ميكائيل. الأهم من ذلك أن أفورقي من العام 2016 ارتمى بشكل كامل في حضن المحور الإماراتي، ويعد وكيل ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد في المنطقة، إذ أنشأت أبو ظبي قاعدة عسكرية في ميناء عصب الإريتري منذ ذلك العام. ويقال إن المقاتلات الإريترية التي تشن غارات على الحوثيين والقوات اليمنية مؤخرا تنطلق من هذا الميناء، وكذلك يتم تفويج ونقل الجنود المرتزقة الذين يقاتلون لصالح أبو ظبي من ميناء عصب. حاول إسياس أفورقي جر أثيوبيا لهذا المحور، وبذل ولي عهد أبو ظبي وعودا براقة لإقناع الحكومة الأثيوبية الجديدة من خلال الإغراءات والاستثمارات، ولكن هذه السياسة فشلت مع آبي أحمد الذي أصر على استقلالية القرار الوطني الأثيوبي، وهذا هو السبب الرئيس وراء فتور العلاقات بين الزعيمين، مع العلم أن اتفاق السلام لم يغير من واقع حياة الشعب الإريتري في شيء، إذ لم يواكب نظام أفورقي التطورات ولم يقدم أي تنازلات فيما يتعلق بحقوق الإنسان وحرية التعبير، وبقيت السجون ممتلئة عن بكرة أبيها بالمعتقلين السياسيين. وما زال آلاف الإريتريين يتلقون التدريبات العسكرية القاسية في قاعدة ساوا سيئة السمعة دون أدنى أمل بتخفيض مدة التجنيد التي تمتد إلى 10 سنوات في بعض الأحيان. لعل البعض يتساءل لماذا لم تشهد إريتريا ثورة ضد نظام إسياس أفورقي رغم فداحة ما ارتكبه؟ الجواب: إن نضال الشعب الإريتري لم يتوقف في يوم من الأيام رغم الإعدامات والقمع والتنكيل، فالزنازيل هناك ملأى بالآلاف المعتقلين، وتعتبر إريتريا أكبر سجن للصحفيين في أفريقيا حسب المنظمات المعنية بالحريات الصحفية في العالم، فتفوقت على كوريا الشمالية في هذا الخصوص العام الحالي، وقد اعتقل أكبر مجموعة من الصحفيين إثر الحملة الانتقامية التي شنتها السلطات في سبتمبر أيلول من العام الأول بعد 2000. وقدمت المعارضة الإريترية آلاف الشهداء على خلفية مناهضتهم قرار السلطة الإريترية تأميم مدرسة الضياء الأهلية التي يدرس بها نحو 3000 طالب وطالبة المنهج الإسلامي ويتعلمون فيها اللغة العربية وحفظ القرآن الكريم. التطورات الأخيرة في المنطقة التي تحدثنا عنها في بداية التقرير لم تكن في صالح نظام أفورقي، ورغم حالة العداء التي كان يعيشها الأخير مع المخلوع عمر البشير، فإن تخوفه من تأثيرات الثورة السودانية
وإمكان تصديرها إلى داخل إريتريا، فالمواطنون الإريتريون تأثروا جدا بنجاح الثورة السودانية وعبروا عن دعمهم ومساندتهم لها، رغم أن الأوضاع في بلادهم أكثر سوءا من أحوال السودانيين في عهد البشير، متمنين رحيل نظامه الدكتاتوري بثورة شعبية على غرار نظام البشير. أولني بسم الله قليش عرى الاسم أبو بكر والصديق من باع الدين وأسل السنة رينا مثل يا وليلا وليلا يا وليلا وليلا يا وليلا وليلا يا وليلا وليلا سنة رينا مثل أبو بكر والصديق من باع الدين وأسل خير البشر رفيقه جميع أقوال وفعل سنة رينا مثل يا وليلا وليلا يا وليلا وليلا يا وليلا وليلا يا وليلا وليلا سميت رينا مثل خير البشر رفيقه جميع أقوال وفعل صاحب الكار منادل عباي سمو مهاجر سنيت رينا مثل يا وليلا وليلا يا وليلا وليلا يا وليلا وليلا يا وليلا وليلا سميت رينا مثل صاحب الكار منادل عباي سمو مهاجر أو هبيو الرحمن أدب وصلح مثل سنيت رينا مثل يا وليلا وليلا يا وليلا وليلا يا وليلا وليلا يا وليلا وليلا سنيت رينا مثل أو هبيو الرحمن أدب وصلح مثل سهل يكون دكتوراه تقبع أقلو طول عمر سنيت رينا مثل يا وليلا وليلا يا وليلا وليلا يا وليلا وليلا يا وليلا وليلا سنيت رينا مثل سهل يكون دكتوراه طول عمر لغفرة أدبو كرة مريض اندي بلا بسم الله سنيت رينا مثل يا وليلا وليلا يا وليلا وليلا يا وليلا وليلا يا وليلا وليلا سنيت رينا مثل أدبو كرة مريض اندي بلا بسم الله عباي سمو دكتورة نيبال اقلو ما شاء الله سنيت رينا مثل يا وليلا وليلا يا وليلا وليلا يا وليلا وليلا يا وليلا وليلا سنيت رينا مثل عباي سمو دكتور نيبال اقلو ما شاء الله من باصل اسال علي سنيت حزيت اكانا سنيت رينا مثل يا وليلا وليلا يا وليلا وليلا يا وليلا وليلا يا وليلا وليلا سنيت رينا مثل بسم السلسل علي سنيت حزيت اكانا لدحرت بصحوف مثل حو عمرا سنيت رينا مثل يا وليلا وليلا يا وليلا وليلا يا وليلا وليلا يا
دقلات دينا سنيت رينا مثل يا وليلا وليلا يا وليلا وليلا يا وليلا وليلا يا وليلا وليلا سنيت رينا مثل باسم أحمد عراقي بيضاء والدي بأركان لقبات خليفة حامد درار بايت وقاشاي سنيت رينا مثل يا وليلا وليلا يا وليلا وليلا يا وليلا وليلا يا وليلا وليلا سنيت رينا مثل لقبات خليفة عبدو وقتو تقبا يايتو بيضاء بزحام والدو يحاسب ودي ودو سنيت رينا مثل يا وليلا وليلا يا وليلا وليلا يا وليلا وليلا يا وليلا وليلا سنيت رينا مثل يحسب ودي وجهه بيضاء ابو اسمه بزحام حويت بالخديجه لقباها بعبع عثمان سنيت رينا مثل يا وليلا وليلا يا وليلا وليلا يا وليلا وليلا يا وليلا وليلا سنيت رينا مثل حويت بالخديجه لقباها بعبع عثمان اورثوا نسب بركات رحمات لقبا ووفاء سنيت رينا مثل يا وليلا وليلا يا وليلا وليلا يا وليلا وليلا يا وليلا وليلا سنيت رينا مثل اورثوا نسب بركات رحمات لقبا ووفاء بالاطرافنا ندعي بالكامل الرحمن سنيت رينا مثل يا وليلا وليلا يا وليلا وليلا يا وليلا وليلا يا وليلا وليلا سنيت رينا مثل انا وكل ذولي بيضاء بقوة مالو لقبها بعبطاتو راسو الحلف درارو سنيت رينا مثل يا وليلا وليلا يا وليلا وليلا يا وليلا وليلا يا وليلا وليلا سنيت رينا مثل 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 هنا إذاعة صوت الوفاق الوطني الإريتري. مستمعين الأفاضل، إلى هنا وتنتهي بث برامج إذاعة الوفاق المعدة والمقدمة لهذا اليوم. باسمي ونيابة عن أسرة المحطة أشكر حسن متابعتكم على أمل اللقاء بكم يوم السبت القادم إن شاء الله تعالى، ودمتم في رعاية الله وحفظه. هذه إذاعة الوفاق، صوت الجماهير الإريترية.